كل حبايبكم يا رب. تعالوا بقى اوريكم انا بعد ما انا جبت ترابيزه التلفزيون وكده الحمد لله. عايزه اقول لكم ترابيزه الشاشه تحفه جدا وكويسه جدا وكمان متينه، يعني مش ان هي لا دي متينه جدا، اجيبها من على النت يعني. حد مضمون وكويس جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، انا اول مره اجيب اللي هي الستاره بتاعه النجمه والهلال، بس شايفين بقى شكلها تحفه جدا. طبعا انا خلاص هنا بقى ببتدي اللي انا احط الزينه وكده. ده تقريبا كان قبل رمضان بيوم ولا حاجه. بس بصراحه معلش بقى انا بنزل الحاجات دي النهارده، لان طبعا انتوا شايفين رمضان لخمه وكده، وطبعا لسه في حاجات تانية جديده ان شاء الله هننزل مع بعض نبقى نجيب ان شاء الله الهدوم وكده ان شاء الله باذن الله. عرفت اصور لكم، عرفت ما عرفتش ان شاء الله يعني لو الدنيا زحمه وكده ممكن ما اعرفش اصور تمام كده. عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، حلوه قوي قوي موضوع الزينه ديت، يعني بتفرح الاطفال. انا عندي عيالي كل شويه يلا يا ماما علقي الزينه، يلا يا ماما عايزين نعلق زينه رمضان. انا كل ما تدخلي في حته اقول وانت بتغسلي الهدوم بقول لك علقي الزينه يا عم، انت خلصتي ولا لسه؟ بقول لك علقي الزينه رايحه. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ بصراحه انا يعني اتعملت تغييرات كتير الحمد لله نحمد ربنا. الشكل كمان النهائي تحفه جدا يا بنات، والمنظر كمان حلو الحمد لله. يعني اللي هو اكتر اوقات انا بقعد في البيت، فانا حبيت اللي انا اغير او اجدد. يعني انا ساعات بقعد بالشهر بالشهرين في البيت، وساعات اكتر كمان بنفضل قاعدين ما بخرجش في حته ما بروحش في حته. فحاولت اللي انا اجدد شويه من روح البيت وكده، وان شاء الله هفضل يعني في التجديدات دي، لاني بصراحه بتعمل راحه نفسيه جدا. عملت لمسات بسيطه جدا جدا برضو في المطبخ، خليت المطبخ عندي شكل تاني على قد ما اقدر، يعني انتوا فاهميني ازاي. وبحاجات بسيطه والله اللي انا بقدر اعمله بعمله، لاني يعني حسب ما بيقولك ايه، يعني انا على قد ايدي، يعني انتوا فاهميني ازاي. حاجات بسيطه بحاول ان انا اغير. طبعا الترابيزه مديه شكل جميل جدا، كمان هتفلكوا النور كمان كان يعني ظاهرها اكتر. بس عايزه اقول لكم على حاجه، انا مش عارفه اعمل ايه. شايفين مثلا ان انا افضل احط المنظر ده عندي كده، ولا اشيل خالص خالص المفرش بتاع الترابيزه؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ كل سنه وانتم طيبين يا بنات. شايفين المنظر عامل ازاي؟ والله يا بنات عسل وراحه نفسيه حلوه جدا جدا. يلا كل عام وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وربنا ان شاء الله كده يبشرنا كده بليله القدر يا رب العالمين. وسلام عليكم.